من وانا صغير كان دايما عندي مشكله كبيره الا وهي البرفكشنزم، ان لازم الحاجه تكون بيرفكت، لازم تكون مظبوطه، لازم تكون unless done to the extreme rightness. ما اعتقد rightness دي مش كلمه بس مش مشكله، بس unless done very very correctly ومعموله in a way that مريحاني تماما ومحسساني ان انا ظابط الدنيا لاقصى حدود، مش بعملها. ودي كانت حاجه ساعات بنحس انها حاجه بوزيتيف برضه، لان ساعات بتحس ان انا دي بتخليك تعمل حاجه كويس جدا. يعني مثلا تخيل انت داخل تعمل presentation في لجروب اوف students، او انت حتى في المدرسه او في الجامعه، او داخل لانفستمنت كوميتي كفاوندر ومحتاج تعمل presentation او سلايد ديك او pitch deck، ولو السلايدز مش مظبوطه بالظبط والالوان والفونتس وكل حاجه، حاسس it's not ideal, it's not making you كده tick، then لا. لأن what happens in this case إنه perfectionism leads to a lot of procrastination، إن أنت تقعد تأخر من نفسك وتأخر وتضيع وقت وتقول أنا مش هبتدي unless things are perfect. عارف إن هي it's very different، بس أنا بفكر في فكرة الكمال وإن إحنا اللي محتاجين realize إن on another note طبعا الكمال اللي وحده فدي حاجة، بس عمرنا ما هنبقى كاملين not in any perfect way. الكمال حاجة جميلة، it's حاجة to aspire towards، بس لما تكون بتوصل لدرجة انها توقفك من انك تبتدي اساسا، لان في الاخر ايه اللي بيحصل؟ انت بتخسر. an example اللي انا بعمله دلوقتي ان انا قررت ان انا عايز ابتدي create content، ان انا اعمل البودكاست دي اللي انا بعملها دلوقتي. فكان بدايتي ان انا عايز ابتدي ده كان من حوالي 6 شهور، انا عايز ابتدي اكتب على لينكدين، وبعدين عايز ابتدي كريت فيديوز، عايز ابتدي كريت فيديو على انستغرام، تيك توك، وانا اصلا كانش عندي تيك توك لحد مثلا بالظبط من 3-4 شهور، وعايز بحط على يوتيوب، وعايز احط على فيسبوك، وعايز استغل تويتر او اكس، وعايز كذا وكذا وكذا. فالموضوع ده بقى عايز اعمله كتير، بس كالعادة عمال افكر طب لا انا محتاج احضر، ومحتاج اخد وقتي، ومحتاج ان انا prepare، ومحتاج create content لمدة شهر 2-3 عشان بجهز، عشان ما يقعش مني وقت، ومحتاج اعمل هنا وهنا وهنا، ومحتاج افيجر اوت اصلا الايكويبمنت اللي انا محتاجها عشان الفيديوز، ومحتاج افيجر اوت هصور فين، ومحتاج اكلم ناس، ومحتاج اعمل ريسيرش. عمال بضيع وقت في ان انا احاول ابرفكت الموضوع عشان يمشي صح. في الاخر قعدت اخر لحد ما قررت ابتدي. جالي نادج من ناس حواليا قالوا لي just start. فقررت ابتدي بلينكدين، فابتديت اكتب على لينكدين. كنت قلت هعمل ايه؟ قلت هعمل بوست كل يوم على كل الايام اللي هي الشغل، اللي هي مثلا من حد للخميس او من الاثنين للجمعه. فابتديت بلينكدين، بس قلت هخليها كلام بس، let's do written content. ده كان تفكيري ان انا لما اعمل كده هعرف اركز فيها. قلت مش هبتدي فيديو كونتنت لحد ما ارتاح تماما واضمن ان انا my written content is okay ماشي تمام. I have a routine, I have a system, I need to build a habit. فقعدت اكتب في لينكدين حوالي 2-3 وكل ما حد يسالني طب ما تبتدي تعمل فيديوز، كنت اقعد اقول لهم لا انا لازم اكتب لمده شهر 2-3 I have to build a habit عشان لما ابني الفيديو كونتنت بتاعي ما يقعش مني موضوع لينكدين. when in reality that was an excuse an excuse كبير جدا. I was using it as a way ان انا procrastinate، ان انا ما ابتديش، لان كنت حاسس ان انا on one note خايف ان انا ابتدي في حته انا مش عارفها. I've never made videos before. This feels ساعات برضو a bit awkward، بس I was scared. And that fear, which is the fear of, in a sense, let's say potential failure, and fear of not being perfect, a fear of how I'm going to be perceived، كان مخليني بركز على the idea of let's perfect it. حتى لما كنت ابتديت في لينكدين as well برضو كنت ببتدي كل بوست كان بياخدني حوالي 45 دقيقة لساعة ان انا اكتب every single post which is not productive. وجيفن برضو احنا عندنا AI دلوقتي ف there's a lot of more room، بس كنت اكتب البوست and then بعد ما اكتب البوست اروح احطه في chat GPT يديني another version، اخده تاني اروح مقادته تاني، اروح رميه في chat GPT تاني، اروح edit again. I was going through a lot of iterations because I needed to be perfect and that's the reality بقى. What you realize is that perfection لما تبقى perfect you don't appear human, you don't look human. And that was reality. ان انا my content that I was creating on LinkedIn it didn't feel like myself, it didn't feel real. كنت بتكلم مع حسن اللي هو قاعد قدامي بيصورني دلوقتي. One thing he told me is انك your videos او حتى the things that you're creating
they seem robotic, they don't seem real, and that was an attempt to be perfect. كنت اخلص الفيديو and then اقعد اول فيديو اللي كان حوالي 50 ثانيه قعدت فيه حوالي 7 ساعات بعمل editing اللي هو حاجه كارثه طبعا. بس كنت بتعلم and I needed to figure out how to do it, and I took courses وقعدت اعمل حاجات وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر حسن قال لي just keep it raw. ارفع موبايلك كده قدامك اي حاجه وانت بتمشى وانت في العربيه، just do anything basic and people will connect with you. ودي الفكره ان it's not gonna be perfect بس it works. لأن people are not looking for perfection in a way. People are looking for something real. And I think that's what's أصلاً, although AI is all the hype حالياً, people still want to see something that feels like it connects to them. حاجة شبههم، حاجة حقيقية، مش حاجة generated by computer. AI is great and all, but you lose that element of you. لما تحاول إنك تطلع حاجة that is amazing in a way, بس humans are imperfect. That's the reality. احنا مفيش حد فينا كامل، فلما حد يشوف حد قدامه who's trying to be perfect in every single way, they cannot relate. مش هيعرف يحس بيك، مش هيعرف يشوفك. فدي حاجة that's extremely important. حاجة تانية برضو هنتكلم على perfection، ان طول حياتي كنت عايز اعمل حاجات كتير قوي وما ابتديتش حاجات كتير جدا، ومتخيل انت كمان او انت كمان برضو حاسين نفس الحاجة، ان في حاجات كتير نفسكم تعملوها بس ما عملتهاش لسه. عمالين تفكروا ان you need to have the perfect moment, the right moment, الوقت الصح عشان اعرف ابتدي. محتاج استنى لغايه لما ادرس كذا، او محتاج استنى لحد ما افهم التوبيك ده، او محتاج استنى لحد ما اذاكر هنا، او محتاج استنى لحد ما اكلم الشخص ده، او اجيب الكونتنت من الشخص ده، او اتعلم كذا او كذا وكذا. بنفضل نستنى واحب اقول لكم ان اتليست اقل من يعني اكتر من 90% ما بنبتديش. لان انا كان عندي في حياتي فينتشرز كتير نفسي ابنيها، افكار كتيره نفسي اعملها، وما عملتش اكتر من 90% منها، لان في الاخر كلها بتبقى احلام. and what you realize واللي بتكتشفه انك الشخص اللي بيتحرك حتى لو الدنيا مش كويسه، حتى لو الدنيا مش واضحه، حتى لو شكل الاوتبوت مش احسن حاجه، 100% احسن من شخص ما اتحركش خالص. and دايما افتكر الموضوع ده، ان would you rather look 10 سنين من قدام او 10 سنين قدام and think يا ريتني كنت عملتها بطريقه احسن، or would you rather look 10 سنين قدام وتحس if only I did it in the first place. الندم الندم ده اقوى بكتير من فكره انك محدش هيفكر قدام يقول فاضل او محمد عمل فيديو شكله وحش. محدش هيفتكر لو محمد عملها، لان محمد لو عمل الفيديو let's say فاضل عشان تبقى more relatable بس لو فاضل عمل الفيديو، فاضل عمل الكونتنت، فاضل ساعد ناس، عمل كذا وكذا وكذا، فاضل ساب علامه صح. بس لو ما عملش حاجه محدش هيفتكرك، محدش هيفتكر مين فاضل ده اساسا، لانك مش على بال الناس، لانك ما عملتش حاجه، لانك خايف، لانك مزنوق جوه دماغك و you're stuck in your thinking بطريقه انك موقفه نفسك من انك تبقى الشخص اللي انت نفسك تبقى فيه، او الشخص اللي انت نفسك تبقى عليه. ف perfectionism is a crutch بنستخدمها كتير. وانا فاكر كان جالي فيدباك كتير في حياتي you're a perfectionist, you're a perfectionist, you're a perfectionist، وكنت ساعات بحسها that's a compliment بس I don't think they intended it as a compliment. أعتقد they intended it as like get moving، اتحرك، stop trying to make things great. And دي حاجة I really realized, and once I did it helps me move forward دلوقتي. I still know إن أنا I'm not over it تماما، أنا لسه الموضوع بيكون على بالي، لسه ساعات بيكون في بالي لازم، بس زي أي حاجة تانية it's a muscle، هي عضلة محتاج تعود نفسك again and again by practice. الايتم is not perfect, push it out anyway. الحاجة دي مش كويسة، الشغل ده مش أحسن حاجة، push it out anyway. الكونتنت اللي انت created ده مش الكونتنت أحلامك اللي نفسك تعمله اللي هيبسطك، push it out anyway. جرب، you're never gonna lose anything. لأن في حتة تانية أعتقد كتير مننا وأنا شخصيا بنعاني منها، which is نظرة الناس لينا. في أعتقد one of the biggest podcasters حاليا اسمه ستيفن بارتلت، عنده جملة that's really powerful in my opinion. بيقول إن embarrassment is the price of entry and most people are not willing to pay it. إن هو إنك تحرج نفسك أو الإحراج هو ضريبة الدخول في أي شيء، ومعظم الناس مش قادرين أو مش راضيين بفكرة إنهم يدفعوها. يعني دي حاجة حقيقية، إن كلنا خايفين الناس هيقولوا علينا إيه، كلنا قلقانين من إن إحنا مش عايزين يكون شكلنا وحش. بس أنت عشان أصلا توصل محتاج تخاطر،
محتاج تجرب تعمل حاجات مش هتبقى مريحة، محتاج تعمل حاجات هتكون براك، محتاج تعمل حاجات مش هتكون الحاجات اللي هي بتبقى بالنسبة لك سهلة، لأنه كان سهلة كان كل الناس عملوها صح. وفي برضه جملة تانية شهيرة which is أو مش جملة، هو مثل اللي هو build the plane while you're flying، أو اللي هو take off and build it on the way. و it's very strong إن أنت كفكرة take off، اتحرك وkeep بقى refining و iterating وإن أنت تظبط وتحسن وأنت طالع في الطريق. That's the way. دي الطريقة اللي بتوصل بيها. يعني is this، هسألكوا سؤال بس، هو is this podcast أحسن حاجة في الدنيا؟ is this the best output that I could do? I think at the moment it is. بس أنا متخيل لما أنا أقعد أشتغل كتير فترة كبيرة ولما حسن يقعد يساعدني ونقعد نكبر في الدنيا مع بعض، أنا متخيل we're gonna get someplace else. دلوقتي مثلا بصور في استوديو مش بتاعي، بس one day ممكن لما نقعد نجرب حاجات تانية ممكن it keeps getting better، ممكن يبقى عندي استوديو بتاعي، ممكن we have equipment بتاعتنا، ممكن نكبر الدنيا. You have to start small. That's the idea. دور على أصغر حاجة ممكن تعملها. وكان دايما في مع كوتش كنت بشتغل معاه كان بيقول لي حاجة حلوة قوي، بيقول لي what is the biggest smallest thing you can do؟ ايه أكبر حاجة صغيرة جدا ممكن تعملها واعملها. ابتدي بالحاجات الصغيرة، الحاجات الصغيرة دي هتكبر 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 because always believe in فكرة الكومباوندينج، ان كل ما الحاجة تقعد تكبر 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 then الحلم بتاعك اللي هو بعيد جدا 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 becomes more and more achievable، بيبقى قدامك بتوصل له. بس ما عمرك ما تتارجت الدنيا الحلم الكبير اللي نفسك توصل له او الحاجة الكبيرة جدا اللي نفسك تعملها وتقول انا عايز اعمل دي بكرة. الرياليتي is well it's gonna take time، هياخدك وقت. ممكن تعمل حاجة الأسبوع ده، حاجة الشهر ده، كمان 6 شهور تعمل حاجة، كمان سنة تعمل حاجة أكبر، كمان 3-4 سنين توصل حلم اللي أنت عايزه، بس مش توصل له النهاردة. ودي فيها حتة تقبل إن الموضوع بياخد وقت، إنك عشان توصل لنفسك فيه بياخد وقت. فداتس a big factor برضو. حاجة أخيرة أنا فاكر دايما كان الكوتش بتاعي الله يرحمه كان بيقولها، كان دايما يقول begin before you're ready، ابتدي قبل ما تكون جاهز. فلو اقول لك حاجه وهسيبك بمسج، هي ابتدي قبل ما تكون جاهز. مش لازم تبقى جاهز، مش لازم تكون كل حاجه figured out، مش لازم تكون كل حاجه ideal. طول ما ان انت معاك فكره وعايز تبتديها، طول ما انت معاك حاجه عايز تعملها just start، ابتدي وما تفكرش. وعمرك ما هتلاحظ، عمرك ما هتوصل لبوينت انك هتريجريت قدام، لانك كمان 5 سنين 10 سنين 20 سنه هتلوك باك او هتنظر او هترجع في الذكريات وتفتكر اللحظه اللي انت ابتديت فيها وتقول الحمد لله، تقول انا مبسوط حتى لو كانت اوحش حاجه ابتديت بيها، بس هتبقى شاكر لنفسك. you're gonna be grateful. اعملها للشخص او الفيرجن بتاعتك اللي هي 5 سنين 10 سنين 15 سنه قدام. do it for them. this is for today. هشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وشكرا.